هتشتغلوا من خلالنا احنا معاكم، مش هتشتغلوا معانا النادي النوبي العام. ممكن اسال بقى سؤال، هو انا لما كنت شغال وبعمل ده كله كنت شغال من خلال مين؟ لا طبعا النادي النوبي العام. لا والمجلس متعاون مع المجلس. على فكره يا جماعه انا كنت شغال باسم النادي النوبي العام بس. دي حاجه، الحاجه الثانيه عايزين نستمر بنفس الطريقه دي وبنفس المنهج ده، وعايزين تعرفوا المنهج عشان نشتغل مع بعض. لازم يطلع قرار زي ما انتوا قلتوا، مجلسي مجلس نصر النوبه والمحلي والنادي النوبي العام. ليه بقى؟ لان مسعد لما بيروحوا معاه مجلس الاستشاري او بيروحوا وزاره زراعه او ري او اسكان او ضمان او عون، ممثل عن مين؟ يوم انا لما يتكتب في الجورنال في الفجر ان المتحدث الرسمي بس نصر النوبه والمجلس المحلي الشعبي لمحافظه اسوان، ده صح؟ لا احنا بنرفض الكلام ده. يبقى اذا ان هو في شغل بيتعمل. هو كان يدير النادي النوبي العام. هو في الفجر ناقص تيجي عن النادي النوبي العام. والنادي بس. لو احنا اتفقنا على كده المفروض بقى على فكره احنا هنتغدى الساعه 3. يا ريت هنتغدى الساعه، لا بعد اذنك هكمل الحته دي. معلش ادونا جواب. قلت ان تم لجنه المتابعه وما يكونش دعوه. يا استاذ مسعد يا استاذ مسعد مش عايزين هرجله في القعده بصراحه. انا رئيس لجنه المتابعه. مش عايزين هرجله في القعده. انا رئيس لجنه المتابعه معايا 30 واحد. ما اقدرش اخذ اي قرار الا لما ارجع للمجلس. خلاص ومعانا رئيس المجلس. خلاص امبارح فقلت تدونا جواب رسمي ان تم النادي النوبي او لغى. يا اخي مش يا اخي لو سمحت يا اخي يا اخوانا يا استاذ مسعد احنا ما نرجعش لورا تاني. دقيقه يا بابا حسين، دقيقه يا استاذ اخوانا، احنا ما نقدرش مش هنرجع بقى لورا لساعتين ورا يا جماعه الكلام اللي اتفقنا عليه. احنا بقى لنا 3 ساعات شغالين حلو، مش عايزين نعمل الهوجان. سعادة الرئيس الكلام اللي اتفقنا عليه والكل متفق عليه في القاعة ان احنا ال3 جهات المعنيين، مجلس محلي نصر النوبة، مجلس محلي محافظة اسوان، نادي النوبي العام، نخلص على كده يطلع بروتوكول ويطلع خلاص. رئيس بعد اذن عليك بس هو في اضافه للكلام الاستاذ محمد. نخلص بس ورجل تنظيم بنستأذنك عد آلية معينة لتكوين بروتوكول مشترك للعمل خلال ال3 جهات، النادي النوبي العام، مجلس محل المركز، مجلس محل المحافظة. اسمعوا احنا متفقين بس اسمعوا برضه رأي رئيس. احنا دلوقتي اتفقنا على اساس ان هم ال3 جهات اللي هيتكلموا تمام او هيفكروا تمام هم مجلس محل المركز، مجلس محل المحافظه، النادي النوبي، نادي النوبه العام. ال3 دول لما يبقى في قرار لازم ال3 دول يكونوا متفقين عليه. ما يبقاش تمام انا في مجلس محل المحافظه في وقت، محل المركز مع مجلس مع النادي النوبي في وقت ثاني، ما ينفعش. تمام هنقعد مع بعض، تمام القرار بتاعنا يبقى قرار واحد، ده للمصلحه العامه. مفيش غير الجهات 3 دول. انا كده سعيد. وهتتفرجوا بقى على ايه؟ المفروض ناخد دي قرار دي نقدر نعمل اللي هو تمام. دلوقتي المفروض علينا بقى حاجه اعلاميا المفروض الجهات المسؤوله في الدوله تعرف ان المتحدثين الرسميين هي دي النقطه الاساسيه. اعلاميا يجب تعلم الدوله في جميع الوزارات والهيئات والاعلام المصري ان المتحدث الرسمي باسم النوبه ال3 جهات. ليه بقى؟ ودي هتنشر اعلام في كل الجرايد المصريه والتلفزيون، لازم يتعمل بيها حمله اعلاميه رهيبه عشان بعد كده نيجي يتكلم يبقى بره ملوش دعوه خالص. متفق عليه؟ تعليق بسيط. احنا دلوقتي يا اخوانا بقالنا اكثر من ساعه وماسكين لجنه المتابعه. انا اعرف ان لجان المتابعه بتنفذ قرارات المجلس بتاعها. يعني النادي النوبي العام لما بيصدر توصيه معينه انا بتابع هذه، يعني ما بشتغلش من مزاجي انا، مش على كيفي يعني. طيب يا اخوانا ايه احنا مدينا اكثر من حقها ليه؟ خلاص كده خلصنا من الموضوع. الخطه بقى اللي احنا عايزين نوضحها بعد اذنكم دلوقتي، شاغلنا الشاغل
دلوقتي شغلنا الشغل ولازم ناخد برضه قرار. ايوه خد من حاجه المستقبليه بقى خلاص. بعد اذنكم يا جماعه. من الموضوع ده خلاص. دلوقتي اول حاجه الشغل اللي احنا عملناه عشان نلم المساكن المغتربين ال 5221 احنا اوريدي عملنا فوق ال 800 وموجود في المحافظه فلوس عشان 600 من المحافظه عايزه تعمل في نصر النوبه. احنا هنتكلم مفتوح بقى. المحافظه عايزه تعمل في نصر النوبه. هل انتم موافقين ان تعمل اول مرحله في نصر النوبه؟ ارد بقى انا ساعتك معلش. واحنا واحده انا ساعتك معلش. اتفضل يا ريس. هو ايه يا اخوانا يعني القصه كالاتي زي ما قال الاستاذ مسعد يا اخوانا في طبعا اللجنه والقرارات اللي خدتها تمام ان المسكن اللي هو زي ما قال عندنا حتى الحاج فتحي اسحاق اخواننا حاطين اعضاء مجلس محل المركز في نادي النوب العام قال ان المسكن ده حق شخصي لصاحبه، حق اصيل لصاحبه، وهو اللي يقرر اذا كان مسكنه يا استاذ مسعد يتبني في ده كلام احمد اسحاق يتبني في النوبه القديمه ولا في النوبه الجديده. هذا الكلام ده كله يا اخواننا واصل عن سياده المحافظ. فالشيء الطبيعي فعلا هو اللي بيقرر صاحب المسكن. الاستبيان ده جه بناء على الكلام ده، يعني انا اللجان والكلام اللي بيحصل والمتابعه واللي بيتقال كله بناء عليه طلع الاستبيان ده. لو تلاحظوا ان الاستبيان ده طالع من كلام طالع مننا احنا ومن اللجان اللي احنا عملناها اللي هي لجان المتابعه والكلام اللي كانت موجوده، مش عملناها احنا كمجلس محل مركز، لا انا بقول اللي عملناها كمركز كنوبه. اللي حصل دلوقتي في ميزانيه طلعت مطلوب مننا استبيان. هل احنا هنقدر نوفي هذا الاستبيان والميزانيه دي موجوده؟ تمام. والطرح دلوقتي هيتم، يعني دلوقتي حاليا تم الطرح بتاع المساكن ولسه الاستبيان ما اتعملش. الشيء المنطقي والاستبيان هيبين ايه؟ الاستبيان ما فيه هيقول ان في ناس هتبني برضه في نصر النوبه وفي ناس هتبقى في هناك. فالاستبيان اللي طالع بعد كده هيجي الاستبيان هيطلع وكل المساكن خلصت، يبقى هنعرف مين اللي هو عايز في نصر النوبه هو ياخد المساكن اللي هتتبني دلوقتي. اسمعوا بقى الحته دي بعد اذنكم. دلوقتي يا جماعه احنا عايزين نشوف الدوله فعلا عايزه تنفذ ولا بتتكلم بس. المفروض ال 600 بيت اللي هيتعملوا، خلي بالكم في نصر النوبه الارض لو فاضيه هو بيتنا ومحدش غريب هيجي فيه. فهموا الحته دي كويس. صعب. انت عندك في جورته مثلا اتصلوا بيا اول امبارح جدة عندها صعيد صحراوي وطلبوا مني قالوا احنا عايزين فين؟ في جدة. طب ما هو هتروح فين الارض؟ ما هو ولادك هياخدوها. لكن اللي على البحر اللي في الجنوب هو ده اللي مش هنعرف ناخده. اذا كان القرار طلع من الدوله ببناء 5 قرى على ضفاف البحيره، طب ما تبتدوا وعندنا اهو 600 اسم وانا جهزتهم، خدوهم انتوا يا مجلس يا محلي وحسب الاتفاق مع مسعد وهاجي معاك لو عايز ناجي وابنه هناك على ضفاف البحيره. يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ خد بالك بقى من الحته دي. انت بتعمل ايه؟ زي ما قال اخويا السنه الجايه هتتعمل مينا هناك وهتفتح جمارك هناك وفتحه للجنوب كله من هناك. يبقى انت هناك بتحط رجلك عشان تعمل ايه؟ مستقبل للاجيال. ولو حطيت رجلك هناك مش بس زراعه وتجاره وصناعه، يبقى انت بدات بال 600 متر. انت لو بدات بال 600 متر دلوقتي انت حطيت رجلك عشان اللي جاي. لان بعد سنه ونص زي ما قال كده اهو، لو احنا بنبص بقى للمصلحه الايه؟ ممكن اتفضل يا استاذ. يعني احنا برضو يا استاذ مسعد مش عايزين برضو نعمل صدام مع القياده اللي عندنا في اسوان. والراجل ده بصراحه راجل ممتاز. انا ما شفتش محافظ زي كده يا استاذ مسعد تمام. حقيقه يعني المحافظ الجديد بتاعنا محافظ بيسمع لكل واحد. يعني لما انا في اول زياره له في نصر النوبه دخل قريه توماس يمكن اكثر من 5 6 بيوت